بحكيك من قلب محروق، نحن عم نتعذب. بس بدكم تقربوا على لقمة عيشنا، اكيد نحن حنقرب عليكم. بعد قرار الحكومة الأخير ارتفع سعر صفيحة البنزين 300,000 ليرة لتصير تنكة ب $20 تقريبا، أما السيرفيس فبعده 200,000 ليرة. بس كيف رح يتأثر السائقين العموميين بهالقرار؟ وهل رح يرتفع السعر؟ عم ببرم على الفاضي وما فينا نزيد التعرفة، كنا نعبي مرة، هلا عم نعبي 3 مرات بالنهار. الزبون بيطلع معه 100,000، هي معه 50,000. هلا طلع معي مرة على المقاصد مقطوش اجره معها 50,000، قلت له خليها معي. نحن عم نتعذب، كنا عم نحط $30 بالنهار، $40 ما عم نجيبهم. فرقت معنا نص تنك زيادة، صرت بدي $40 بالنهار عم فل على البيت، معي 1,600,000 من $40. يعني مثلا كل يوم بالتنكه بدنا تنكه بنزين، فرقت معنا 500,000. هال 500,000 بيروحوا مثلا للي عنده عائله، للاولاد، للاجار، كذا. حرام. اضطرينا نغلي السعر، بس بدك النائبة هي تحكي، لانه كل يوم بدنا تقريبا فرق شي 10 أو $15 عن الماضي. اكيد بدي اغلي على ناطر الدوله، تشوف شو وزاره النقل شو بدها تقول لنا، واذا ما قالت لنا اكيد بدنا نخلي، ما فينا نتحمل. كان بدي يوميه 100 مليون، هاي صار بدي تلاقيها 2,900,000، ما بتجيبوا. يعني نحن شوفيرية التاكسي قادرين نسكر الطرقات كلها ونسكر المطار ونسكر المرفأ ونسكر الدنيا كلها، بس نحن بعدنا عم نركض ورا لقمة عيشنا. بدل ما كنت اعمل 20-30 دولار يومية، صرت عم بعمل $10. بس بدكم تقربوا على لقمة عيشنا، اكيد نحن حنقرب عليكم. اذا غلوا التعرفة بطل في ركاب على الطريق، حرام. بعتني انا 200,000. باختصار يا مواطن، حساب مشاويرك على القد، لأنه بالسيرفيس أو بسيارتك الخاصة بدك تدفع فرق الضريبة.